قضيه المراه من قصه شويه. المراه اللي عاملينها لنا راس حربه كل ساعه يقولوا الاسلام ضدها وعايزين يعملوا مش عارف يعملوا. فانا بقول الله سبحانه وتعالى حين يقص القصه مش غرض يسلينا، لا، ده غرض يعلمنا ويدينا عبره. فلما جه يتعرض لهذه القصه قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان، ناس بيسقوا وناس بتحوش الماشيه ما تشربش. قال لا طب امال طالعين ليه جايين عند البير ليه؟ ما دام بتحوشوا الماشيه انها ما تروح ما تروحش جايين عند البير ليه؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. كم جمله دول؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. الجملتين دول ادونا بقى قضيه المراه كلها. فكأن في قولهم وابونا شيخ كبير علة لخروج المرأة للخارج. ما عندناش حد يعولنا. هذا واحد حكم. ولا نسقي حتى يصدر الرعاء، مش الضروره خلتنا نطلع بره بقينا صبيان ونروح نزاحمهم، برضه نستنى لما يمشوا لحالهم واحنا نروح لحالهم. يبقى برضه امرأة حكم آخر. يبقى إذا لا تخرج المرأة خارج البيت إلا لأمرين: ملهاش عائل تبقى معذورة، ادي واحدة. تخرج على قدر الضرورة، مش معنى انها خرجت بقى خلاص ندخل بقى ونقعد على الكافيتيريا ونمشي مع بعض ونحط ايدنا في بعض، لا، الضرورة بقدرها. طب المجتمع الإيماني يبقى موقفه ايه؟ لما موسى شاف الحكاية دي فسقى لهما. يبقى مهمة المجتمع الإيماني إذا رأى امرأة خارجة للشيء أن يأخذ بيدها، يشوف لها تقضي شغلتها ويقضي لها شغلتها خلاها تروح. أنا أول ما رحت في سنة 50 مكة كان لي صديق رحمة الله عليه الشيخ عبد المعطي الكعكي، أول ما عرفت هناك، فكان يفوت علي الصبح ياخدني من البيت يوديني الكلية ويجي آخر الظهر ياخدني من الكلية. فاحنا ماشيين مرة خارجين أم لقى لوح عجين نزل من السيارة، لقى لوح عجين قدام بابه متغطى بقماش، فنزل براجل بجلالة قدره من أعيان، خد اللوح العجين وحطه في في السيارة بتاعته ومشي لحد الفرن، سلمه للفرن للفران يخبزه وعلى ما يرجع ياخده يوديه مطرحه قدام الباب. قلت له ايه دي؟ قال لي معنى ذلك ان البيت ما فيش فيه الراجل مش هنا، فالولية تحط توضب العيش وتحطه قدام الباب، اي راجل يفوت مهما بلغ قدره ينزل ياخد اللوح العجين يخبزه وبعدين يجيبه ويحطه مطرحه ولا يفتح الباب ولا له دعوه بحاجه زي دي. ادي فسقى لهما ثم تولى الى الظل الى اخره. البنت اللي خرجت للضروره وما زحمتش الشبان وخدت الضروره بقدرها، وجيه واحد مؤمن مثلا شال عنها، حينما وجدت فرصه لتعود ادراجها الى بيتها قالت يا ابا تستاجرها. لو حل لها الخروج ما كانتش تنبهه، كانت تعملها حاجه يا ابا تستاجرها ان خير من استاجرت القوي. يبقى اذا تخرج المراه لضروره، ابونا شيخ كبير، الضروره بقدرها، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. المهمه الايمانيه في الفرد او المجتمع سقى لهما، هي تطلب الخروج من هذا بقوله يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. نعم، اتحلت القضيه. اسمح لي ان اسالك ما هو معيار الضروره؟ ما هو معيار الضروره؟ الضروره اذا لم تفعلها تموت جوعا. مش الترف بقى. كيف نطبقها في هذه الايام؟ كيف نطبقها في هذه الايام؟ في هذه الايام كيف نطبق الضروره بهذا المعنى؟ طبق اي جزئيه من جزئيات الدين لو لك سهله. حط في بالك انك تطبق جزئيه من جزئيات الدين. هل نعتبر ان هذا راي لفضيله الشيخ؟ مش راي، ده قرآن. في راي المراه في عمل المراه اقصد. بقول لك ايوه في عمل المراه. اصل المراه عملها لو حبت تأديه ما تقدرش تأديه.